اللي ملحوظ كمان انه من كتر الانفتاح على الغرب من خلال الانترنت وكده بقى الشباب كله يقلد الغرب، فبيقلد مساوئ قبل المحاسن. يا اما طريقة اللبس العجيبة زيادة عن اللزوم، يا اما طريقة الكلام. اللي كنت عايزة اقوله سواء في مصر او في امريكا او في اي حتة، اهم حاجة لما نعجب بحاجة الشطارة انه ناخد المحاسن والمزايا بتاعتها ونسيب المساوئ اللي هي ما تتمشاش معانا. نفس الشيء بالنسبة لو احنا عندنا معجبين مثلا شخص مشهور، حد في السوشيال ميديا او ممثل او شخصية مؤثرة علينا، الشطارة اقلد المزايا بتاعت الشخصية دي، لانه اوقات الشخصين اللي انا معجبة بيه ده مثلا او معجبة بيها ممكن تكون طبايعها غير طبايعي، ممكن تكون مش عايزة اقول مبادئها بس اسلوبها غير اسلوبي، عاداتها ما تتمشاش مع عاداتي. مهم جدا انه اعرف اخد ايه منها واسيب ايه. دي حاجة نفسي برضو كلنا ننبه ولادنا والشباب بتوعنا انه ده شيء مهم. ما اخدش كل حاجة واغير انا طوابعي واغير اسلوبي، اتبدل تماما وابقى زي الشخص اللي انا معجبة بيه في كل حاجة. اتفقنا؟